يفرق ايه ده عن الحوت اللي جه في الساحل؟ انت شفتي الاثنين، قولنا الفرق. لا ده حوت، ده فيش سمكة. اهلا بيكم في زاوية ايفرست. الحلقة دي هنقول لكم ايه كل الحاجات اللي تقدروا تعملوها في الفلبين زي البشوات. ببساطة كده هنقدر نقسم الفلبين ل4 أماكن سياحية: مانيلا، سيبو، بالاوان، وبوراكاي. في ال4 أماكن دول هتشوفوا كل الاتراكشنز الموجودة في الفلبين. الطيران من مصر بيروح على مدينتين في الفلبين، يا إما هتروحوا على مانيلا يا إما هتروحوا على سيبو. لو رحتوا على مانيلا قدامكم اختيارين: يا اما تقضوا يومين في مانيلا، لو ما عندكوش وقت انا شايفه ان الاحسن بكتير ان انتوا تاخدوا طياره وتروحوا على سيبو على طول. علشان تحجزوا الطيران والاكوموديشن ادخلوا على flyin.com. الويب سايت سهل جدا وتقدروا تحجزوا من عليه الفلايتس والاكوموديشن في نفس الوقت. سيبو نفسها كمدينه هي ما فيهاش حاجه قوي، بس هي تعتبر الهب لكل الاكتيفيتيز اللي حواليها. من اجمد الاكتيفيتيز اللي بتتعمل هناك هي الويل شاركس. تخيلوا ان انتوا هتنزلوا وتعوموا مع اكبر سمكه في العالم. احساس ما يتوصفش، كان بالنسبه لي حلم من زمان قوي 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 واخيرا عملته. علشان تروحوا وتعوموا مع الويل شارك هتاخدوا اتوبيس من الساوث باس ستيشن في سيبو. الاتوبيس هيبقى مكتوب عليه فيا اوسلو. الاتوبيس مدته 3 ساعات. انا بقول لكم ان انتوا لازم 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 تروحوا تاخدوا الاتوبيس ده الساعه 3 الصبح علشان توصلوا هناك الساعه 6 الصبح. لو رحتوا بعد كده الطابور هيبقى طويل قوي وهتستنوا كتير قوي على ما تروحوا وتعوموا مع الويل شاركس. لكن لو وصلتوا الساعه 6 الصبح هتعوموا مع الشاركس وهتاخدوا نص ساعه كامله مع الويل شاركس. واوعدكم ان انتوا اكيد هتتصوروا مع الويل شاركس وتاخدوا فيديوز حلوه جدا جدا. الووتر فولز اللي في العالم. علشان تروحوا كاوسان فولز انا بقول لكم تروحوا الساعه 7 الصبح الباص ستيشن اللي هي ساوث باص ستيشن، وهتاخدوا الباص اللي رايح كاوسان فولز. اول ما توصلوا كاوسان فولز هيبقى عندكم اوبشن من 2. اول واحد ان انتوا تدخلوا على الفولز على طول تعوموا في الفولز وتشوفوا هي قد ايه تجنن. الاوبشن الثاني واللي انا بعمله ريكومند ان انتوا تعملوا اكتيفيتي اسمه كانيونيرنج. هتروحوا هناك وتتشقلبوا شقلبه لحد ما توصلوا للووتر فولز. هيبقى في كليفز تنطوا من عليها، في 10 فيت 20 فيت 30 فيت و40 فيت. لازم يبقى معاكم جزم وتنزلوا بالجزم دي، والجزم دي تكون تنفع للميه عشان لو جزم حلوه وغاليه بلاش نبوظها. طبعا كلنا نفسنا نعمل سكاي دايفنج. الاكسبيرينس جامده جدا ومخيفه جدا جدا. هنطلع على ارتفاع 10000 قدم وننط من فوق. هننزل بسرعه 250 كيلومتر في الساعه. الاكسبيرينس مرعبه بس لازم تتعامل. لازم يكون معانا فلاش ميموري علشان ناخد عليه كل الصور والفيديوهات اللي اتصورت لنا فوق. ولازم ناخد بالنا ان اخر فري بتمشي الساعه 6. لو فاتتنا الفري دي هنضطر نستنى لتاني يوم او هناخد فري غاليه جدا جدا عشان هتبقى برايفت. الزحم ونسافر. بوهول جزيره حلوه قوي جنب سيبو ويستحسن ان احنا نقعد فيها ليلتين. علشان نروح بوهول هناخد فري من الفيري تيرمينال بير 1. اسم الفري اوشن فيستا وبتاخد 2 ساعات علشان نوصل لبوهول. احسن طريقه نكسبلور بيها بوهول هي ان احنا نأجر موتوسيكل اليومين اللي احنا قاعدين. علشان كده هنشوف كل الاتراكشنز اللي موجوده في بوهول. اول حاجه هنشوفها في بوهول هو الونا بيتش. بحر لطيف بس هو اوفر ريتد شويه، وهناك هنشوف الستار فيش وفي نايت لايف حلوه قوي على البحر ده بالليل. بس في بحر احلى حوالي 10 دقايق من البحر ده، فممكن تاخدوا الموتوسيكل وتروحوا تشوفوا البحر التاني. لما نوصل للشوكليت هيلز في اكتيفيتي حلو جدا ممكن نعمله، هو زيب لاين بالعجله. يعني ان احنا نبقى راكبين عجله كده وماشيين على الزيب لاين. اكسبيرينس مرعبه بس حلوه جدا. الشوكليت هيلز نفسها هي بالظبط شبه الهيرشي كيسز بس على ارتفاع 100 قدم. بعد ما خلصنا سيبو عندنا دلوقتي اختيارين:
يا اما نروح على بالاوان يا اما نروح على بوراكاي. احنا اخترنا ان احنا نروح على بالاوان ونخلي بوراكاي والانتخه للاخر خالص. في طياره ساعه واحده بس من سيبو تروح على طول على النيدو. النيدو من احلى واجمل الاماكن في العالم، وفي احلى بيتشز هتشوفوها في حياتكم. اول ما توصلوا النيدو احجزوا تور ايه لتاني يوم. دي ايلاند هوبينج، هتعدوا على كل اللاجونز اللي موجوده في النيدو، البيج لاجون والسمول لاجون والهيدن لاجون. فعلا اكسبيرينس مختلفه جدا، هتشوفوا حاجات من احلى الحاجات اللي هتشوفوها في حياتكم. احنا في النيدو. لا وهم حلوه قوي بجد. لو عندكم وقت اعملوا كمان تور سي، دي هتعدوا على كل الايلاندز والبيتشز اللي موجوده في النيدو. من النيدو ممكن ناخد موتوسيكل او تريسيكل لمده 45 دقيقه ونروح على بحر حلو جدا اسمه ناكابان بيتش. البحر نظيف جدا، الميه حلوه وشفافه والموج فيها حلو جدا، من اكتر الاماكن الريلاكسنج اللي ممكن تقعدوا فيها. قضوا هناك يوم وارجعوا تاني بنفس الطريقه. من النيدو هناخد فان لمده 5-6 ساعات لحته اسمها بورتو برنسيسا. من بورتو برنسيسا دي هناخد تور ساعتين من بورتو برنسيسا لحته فيها الهيدن ريفر، وده من عجائب الدنيا السبعه. حاصل فيه تكوينات طبيعيه غريبه جدا عامله شكل كيفز وفيها ريفر معدي من تحتيها، حاجه بصراحه فوق الخيال. باشمهندسه يارا، يس اعمال الانشاءات خلصت امتى؟ والله احنا قدامنا سنه ونص ونبدا ان شاء الله. بورتو برنسيسا فيها مطار، هناخد طياره لمانيلا ومن مانيلا نطلع على طول على بوراكاي. بوراكاي متقسمه ل3 ستيشنز، ستيشن 1 وستيشن 2 وستيشن 3. ممكن طبعا تلفوا الستيشنز كلها، بس احسن مكان تقعدوا فيه هو ما بين ستيشن 1 وستيشن 3، وهو ده برضو اللي فيه النايت لايف والخروجات. لو عندكم شويه وقت زياده او يوم زياده ممكن تقضوه في مانيلا. هناك هتعرفوا اكتر عن الكالتشر الفلبينو، وهتشوفوا كنيسه من اقدم الكنائس اللي في العالم. هتشوفوا كمان القلعه من الحاجات الحلوه قوي اللي في مانيلا. كده الحلقه خلصت. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا كل حلقات الفلبين، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في الكومنتس. ويلا ازاي